طبعًا كلنا هنكون متفقين على جزئية إن أنا لازم باضبّط الألوان بتاع الفيديو أو الdata اللي أنا باشتغل عليها أيًا كان نوع الproject. طيب معظمنا بيعمل إيه بقى في الحالة دي؟ معظمنا بيلجأ للاختيار اللي هو اسمه الbasic correction واللي بيلاقيه من خلال الworkspace الخاصة بالcolor، وبيبدأ بقى يضبّط كده بشكل عشوائي، شوية في الsaturation، شوية في الshadow، شوية في الcontrast، وهو بيضبّط وبيمشّي الدنيا. لكن للأمانة ده مش شغل احترافي للنهاية، ويهمنا إن شغلنا يكون احترافي. علشان كده في درس النهاردة هشرح لك كل الكيرفز بطريقة بسيطة زي ما احنا متعودين، علشان شغلنا يتحول لشغل احترافي، وأي حد يشوف الألوان بتاع الفيديو يقول اللي بيمنتج ده حد فاهم قوي في شغله. علشان كده ده موضوع درسنا النهاردة، فركز معايا وتعالى نشوف هنعمل ده ازاي. كل الفكرة دلوقتي إن إحنا هنفتح هنا الwork space الخاصة بالcolor. بعد كده هالاقي الاختيار اللي هو أهو نقفل دول، اللي هو الbasic correction اللي أنا كنت باقول لك عليه في المقدمة، تمام، وبالاقي كل الحاجات دي متفعلة بمجرد ما باسحب فيديو أهو على الsequence بتاعي وباضغط عليه، هالاقي كل الاختيارات دي متفعلة، وهو عندي الsaturation والcontrast والshadow وكل الحاجات اللي أنا باقول لك عليها. بس دي حاجات أنا باحتاجها، يعني مش معنى إن أنا باستخدم دول يبقى أنا شغلي مش احترافي، لأ بالجأ لهم بس عن وعي أو عن فهم، وباكون مضبّطة حاجات تانية كتير. فاللي بيلجأ للفكرة دي إن هو يضبّط كده بشكل عشوائي بيبقى مضبوط بالنسبة له أو أحسن من إنه بلاش، لكن برضه مش هو الاحترافي. لكن خلّينا نقفل الجزء ده ونفتح الكيرفز أهو، اللي هو الhue saturation curves. في الدرس اللي فات اتكلمنا عن الhue versus hue، وكانت تركاية مهمة جدًا لو هي فاتتك في الدرس اللي فات هتلاقيها بتظهر في الآي اللي بتظهر من فوق، وتقدر ترجع للدرس وتستفيد منه. لكن النهارده هنشرح كل الكيرفز دي بطريقة بسيطة ونشوف هنعمل فيها إيه. أولًا لازم نميّز بين 3 حاجات، عندي الhue والsaturation والluma أو illuminance. طيب الhue اللي هي الدائرة اللي هي بتاعة تدرج اللون، اللي هي زي إيه هاوريها لك، اللي هي دي، تمام؟ أهو الدائرة أو الدايرة اللي هي فيها تدرج الألوان. طيب ده بالنسبة للhue. طيب الsaturation اللي هو تشبع اللون. يعني إيه برضه؟ يعني مثلًا أنا أهو جبت اللون ده، تمام؟ زي ما أنتم شايفين كده أنا عندي اللون ده أهو كان مثلًا دي الدرجة الأولى بتاعته، لمّا شبّعته شوية فبقى الدرجة دي، بقى الدرجة دي، وهكذا. طيب خلّينا نشوف برضه حاجة تانية أهو، زي ما أنتم شايفين كده أنا عندي دي الدرجة مثلًا الأولى، لمّا زوّدت التشبُّع بتاع اللون ادّاني الدرجة اللي بعدها، وهكذا اللي بعدها، هكذا برضه اللون الجراي أو الرمادي. بُصّوا كده أهو، كل ما باشبّع اللون بتاعي بيدّيني الدرجة الأتقل منّه، فهكذا كل الألوان دي أهو، لمّا بازوّد الsaturation بتاعها بيدّيني الدرجة الأتقل، فده بالنسبة للsaturation. طيب اللومة أو الluminance ده إيه؟ دي اللي هي كمية الإنارة أو الضوء بتاع اللون أو اللي داخل الصورة. فكده نعرف نميز ما بين ال3 واللي هم الأساسيين في الألوان بتاعتي. طيب خلّينا بقى نشيل دول، تمام، ونشوف هنعمل إيه في أول كيرف عندنا. بيقول لي الhue اللي هو التدرج بتاع الألوان versus saturation، يعني إن أنا هاشبّع اللون. طيب خلّينا مثلًا هاقول لك هنعمل إيه. دلوقتي أهو آآ نخلّي دي fit بالشكل ده. دلوقتي أنا هاجي من هنا كده وهاقول له إن أنا عايزة أشبّع مثلًا اللون ده، فهيطلّع لي ال3 نُقط بالشكل ده كده، تمام، وبعد كده هابدأ إن أنا أحرّك اللون ده لفوق، بُصّوا كده، يا إمّا أنزّله لتحت، إن أنا أخلّيه بالشكل ده أو أقلل من التشبُّع بتاع اللون. طيب لو تلاحظوا إن أنا الline بتاعي بيتحرك يمين وشمال بطريقة أنا مش عارفة أتحكم فيها. طيب باعمل إيه؟ أولًا علشان ألغي ده باضغط double click بيتلغي معايا، هاجي بالeye dropper أهو وهاشاور له، وبعد كده هاضغط على shift وباتحكم في الدايرة اللي في النُص، ولا اليمين ولا الشمال، لأ أنا باتحكم في اللي في النُص دي. بافضل دايسة على الshift وبارفع كده لفوق، تمام، براحتي جدًا لغاية ما شبّعت اللون بتاعي بطريقة يعني أو بدرجة كبيرة.
عايزة أقلل برضه شيفت وبنزل كده، عمره ما هيروح مني ولا شمال ولا يمين. بصوا كده، لدرجة إن أنا خليت اللون بتاعي أساسا ضاع. يعني أنت هتفتكر إن أنا غيرت لون العربية، لكن لأ، ده أنا لغيت التشبع بتاع اللون خالص أهو بالشكل ده. عايزة ألغيه أهو بالطريقة دي. طيب لو أنا مثلًا عايزة أشوف قبل وبعد، عندي المربع ده اللي هو الcheck mark، بابدأ ألغيها كده بيجيب لي قبل، وكده بيجيب لي بعد. فالموضوع بيبقى سهل وسلس، سواء أي curve أنا باتعامل معاه سهل جدًا التعامل معاه، بس المهم أفهم أنا باعمل إيه. فده كده أول curve عندي. طيب خلّيني مثلًا هازوّد التشبع ده، تمام؟ هاجي بعد كده في الhue versus hue إن أنا أغيّر اللون بتاع الحاجة بتاعتي. فهاجي بالeye dropper، كل حاجة منهم عندها الeye dropper الخاصة بيها. هاجي أشاور له على اللون كده، وبعد كده بمجرد ما هاضغط على الدايرة اللي في النُص، هيظهر لي الline كده بشكل طولي فيه كل الألوان. بصوا هنا كده ما ظهرليش كل الألوان، ده ظهر لي درجة اللون بتاعتي زي ما أنتم شايفين من تحت هنا كده، ركّزوا، بيجيب لي الدرجات اللي هي الأخف أهو، تمام؟ لكن هو نفس اللون في الline كله بس بدرجات أخف. طيب لكن هنا أول ما باقف على النقطة اللي في النُص بيجيب لي كل الألوان في الline ده. فأنا أقدر مثلًا أتحرك كده وأخلّيها باللون الأزرق، وبعد كده هازوّد مثلًا التشبُّع من هنا، مثلًا أخلّيها كده، تمام؟ أنا نسيت أضغط على الshift مثلًا كده أهو. شايفين زوّدت التشبُّع قد إيه؟ بصوا كده بالنسبة للاتنين كان كده قبل. أنا دلوقتي زوّدت التشبُّع الsaturation وكمان غيّرت اللون، فخلّيت اللون بتاعي اتغيّر، وكمان الsaturation بتاعي عِلي، فالدرجة طالعة معايا حلوة أوي. طيب وبعد كده إيه الhue luma؟ اللي هي كمية الإضاءة اللي داخلة للون بتاعي. خلّينا مثلًا نجيب كده، تمام، على الفيديو ده. خلّينا مثلًا نختار الجزئية دي. طيب أنا دلوقتي هاجي هنا كده وهاشاور له على مثلًا الجزء ده، وهابدأ بقى إن أنا أضغط على shift وهاطلع كده لفوق. زي ما أنتم شايفين بيزوّد كمية الإنارة أو الإضاءة اللي داخلة للجزء اللي أنا شاورت له عليه. طيب لو زوّدت بيحرق لي الصورة، فأنا المفروض أبقى فاهمة أنا بازوّد لغاية فين. أنا مثلًا كده فتّحته شوية، ممكن كمان آجي أشاور له على حاجة هنا، مش شرط حاجة واحدة في الفيديو، لأ عادي، بس باختار الدايرة اللي في النُص أهو. زي ما أنتم شايفين بصوا، قللت كمية الإضاءة أو أضبطها مثلًا كده زي ما أنا شايفة. أنا بالنسبة لي مثلًا شايفة كده أفضل. لو لغيت كده بصوا، لكن كده مثلًا زوّدت أو زهّيت كمان الألوان بتاعتي بسبب إن أنا فتّحت شوية أو غمّقت شوية من خلال كمية الإضاءة اللي داخلة للون أو الفيديو، تمام. طيب وبعد كده خلّينا برضه نشوف هنا، لو مثلًا الفيديو ده تمام، وأنا جيت أهو باللومة، وبعد كده مثلًا شاورت له هنا، وبدأت إن أنا أزوّد كده، تمام، أو أقلل. بصوا كده لمّا قللت في حاجات بقت أوضح معايا. فأنا باحتاج أحيانًا إن أنا أقلل كمية الإضاءة اللي داخلة للفيديو بتاعي، وأوقات باحتاج إن أنا أعلّي كمية الإضاءة اللي داخلة للفيديو بتاعي. طيب وبعد كده عندي اللومة versus saturation، وعندي الsaturation versus saturation. طيب دول بقى هاقول لك هنعمل فيهم إيه. أولًا الجزء اللي هنا ده هو المناطق الغامقة في الفيديو بتاعي، واللي هنا دي المناطق الفاتحة أو اللي هي أفتح في الفيديو بتاعي. يعني هنا ده الshadow وهنا الhighlight. طيب باعمل إيه؟ باعمل نقطتين هنا أهو، نقطة هنا ونقطة هنا. بابدأ إن أنا أطلع كده أهو. هنا بازوّد اللي هو المناطق الفاتحة وباقلل الغامقة. بصوا كده أهو. وممكن كمان خلّيكم عينيكم على الأجزاء اللي هي الغامقة دي، ممكن كمان أعمل نقطة هنا تاني وأقلل. فأنا غمّقت الأماكن اللي هي آآ اللون فيها تقيل أو غامقة، وفي نفس الوقت الأماكن اللي هي الفاتحة أنا أو فيها highlight أنا زوّدتها أكتر. شايفين كده؟ فبقى الموضوع بشكل أزهى، وممكن أراعي أهو حاجات تانية. طيب تعالوا نجرّب هنا مثلًا على نفس الجزئية اللي هي كانت هنا. لو أنا جيت لغيت ده، جيت من هنا عملت نقطة هنا وعملت نقطة هنا، وبدأت أعلى بالجزء ده،
وبدأت أنزل كده. شايفين بصراحة أنا شايفة النتيجة حلوة جدًا. طيب من غيرها بُصّوا كان كده وممكن أرجّع كده. فأنا باغمّق الأجزاء اللي هي الغامقة وبافتّح أكتر الأجزاء التانية أهو. ممكن أنزل كده برضه معايا كده شوية، لغاية ما ألاقي الطريقة الأنسب أو اللي بيتضبط بيها الفيديو بتاعي. طيب وبعدين خلّينا مثلًا نلغي ده. هنا بقى أنا بالغي اللون بتاع الجزء اللي هو الغامق، يعني قُلنا هنا المنطقة دي الshadow وهنا الhighlight. لو أنا جيت هنا عملت نقطة وهنا عملت نقطة، فأنا بامحي خالص اللون بتاع الأجزاء الغامقة زي ما أنتم شايفين، وبافتّح اللون بتاع الأماكن التانية اللي هي الفاتحة. بُصّوا كده، أنا بدأت أهو زي ما أنتم شُفتوا أنا ضيّعت خالص اللون ده أهو. أنزل كده كمان، يعتبر ده بقى عندي أبيض وأسود وأنا هنا بازوّد عادي. طيب ممكن أدخّل النقطة دي شوية، فبقى عندي المناطق دي أفتح أكتر. لمّا كانت هنا كانت جاية على الأماكن اللي هي الفاتحة، لكن هاقرّب كده شوية من بعضها، وزي ما أنتم شايفين النتيجة بصراحة حلوة جدًا. فدي فكرة الكيرفز بتاعتي أو اللي موجودة عندي في البارتيشن أو الورك سبيس الخاصة بالكولر. فأتمنى تكون استفدت وعرفت إيه هي الكيرفز وإيه أهميتها وأقدر أعمل منها إيه، وعرفت تفرق بين الهيو واللومينانس والساتوريشن. وقول لي كمان رأيك في الدرس وفي المعلومات بتاع الدرس، وقول لي رأيك في الكومنتات على الثامبنيل أو على الصورة المصغرة الخاصة بالفيديو اللي أنت بتشوفه دلوقتي. ولو عجبتك فما تنساش إن أنا شرحت الفكرة بتاعتها إزاي تعملها بالAI وبطريقة مجانية في درس قبل كده نزل على القناة. فلو ما شفتهوش هتلاقيه في الآي اللي بتظهر من فوق. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو أول مرة تكون بتشوف لي فيديو.